استنى قبل ما تسمع أي إشاعات أو أي عنوان مرعب. اللي حصل بين إيران والولايات المتحدة الفترة اللي فاتت مولع الدنيا، تهديدات وتصريحات نارية وتحركات عسكرية، والناس كلها بتسأل هل حرب ولا ده مجرد تصعيد سياسي. خليك معايا للنهاية عشان هقولك الصورة كاملة من غير تهويل. بص يا معلم، الموضوع مش جديد خالص. العلاقة بين أمريكا وإيران متوترة من سنين طويلة، من الثورة الإيرانية عام 1979. أمريكا شايفة إن إيران خطر على المنطقة وحلفائها، وإيران شايفة إن أمريكا عايزة تتحكم في قراراتها ومصالحها. ومن ساعتها كل شوية تصعيد، كل شوية عقوبات، وكل شوية تهديدات، لحد ما وصلنا للفترة الأخيرة اللي فيها التوتر وصل لدرجة كبيرة. أكبر سبب الخناق دلوقتي هو البرنامج النووي الإيراني. أمريكا خايفة إيران توصل لدرجة تصنيع سلاح نووي، وإيران بتقول لأ، ده استخدام سلمي للطاقة. العقوبات الجديدة زودت التوتر، والجماعات المدعومة من إيران في المنطقة زودت المخاطر. يعني كل طرف بيضغط على التاني وأكنه بيقوله أنا جاهز لأي حاجة، بس محدش عايز حرب مباشرة. في حتت كتيرة العالم كله كان متوتر منها، في تحركات سفن حربية في الخليج وتهديدات متبادلة واستعراض قوة، بس لحد دلوقتي مفيش ضرب مباشر للجيش الأمريكي على إيران. كل اللي حصل استعراض قوة وتهديدات محسوبة، يعني كل واحد بيحسبها كويس. الموضوع مش بس بين دولتين، لو حصل أي مواجهة هيحصل تأثير عالمي. أسعار البترول ممكن تولع، ومضيق هرمز حساس جدا وبيمر منه جزء كبير من النفط العالمي، ودول كتير في المنطقة ممكن تتورط. يعني حتى لو الحرب مش مباشرة، مجرد تهديدات بيأثر على العالم كله. قدامنا دلوقتي 3 احتمالات. أول حاجة تهدئة ومفاوضات، اللي هو ضغط شوية واتفاق جديد. تاني حاجة ضربات محدودة، يعني استعراض قوة بس من غير حرب شاملة. تالت حاجة الحرب المفتوحة، ودي هي الأخطر، لأن في أطراف تانية ممكن تتدخل والمنطقة تبقى في دوامة بشكل كامل. بس لحد دلوقتي كل طرف بيحسب خطواته كويس، ومفيش حرب رسمية. بس المفاجأة إن في مرات قبل كده يوصل التوتر لدرجة الانفجار، وفجأة يحصل تراجع. يعني الموضوع مش ثابت، وكل طرف بيستخدم التصعيد أحيانا للضغط على التاني. السؤال الحقيقي، مين مستفاد ومين خسران لو حصلت مواجهة فعلية؟ الخلاصة، في توتر حقيقي بين إيران وأمريكا، لكن لحد دلوقتي مفيش حرب مباشرة. هل الأمور ممكن تتصاعد؟ ممكن. وهل في فرصة للتهدئة؟ برضه ممكن. قولولي رأيكم في الكومنتات. شايفين الدنيا رايحة على فين؟ حرب ولا اتفاق جديد؟ ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. وسلام.